أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. جايه لكم فيديو حلو قوي ومشجع جدا، وما تنسوش تستنوا لاخر الفيديو لان فيه حبه مشتريات حلوه قوي. وانا عارفه فقره المشتريات دي كلنا بنحبها. بدات معاكم اليوم كده من اول الفطار، قلت افطر لاني كنت خارجه ورايا حاجات كتير جدا. المهم عملت ساندوتشين كده وعملت كوبايه ينسون وميه، وحطيت واحدة شوكولاتة كانت موجودة في البيت، وللأسف ما كلتهاش لأني لما ركزت فيها لقيتها مش تبعنا. المهم فطرت ونزلت قضيت كام مشوار كده يخص الولاد عشان المدرسة وكده. وبعد كده رجعت بسرعة جدا لأني اتأخرت بره علشان أعمل الغدا. ف طول ما احنا متأخرين وطول ما احنا مستعجلين عايزين نعمل حاجة سريعة، قلت هعمل لهم سندوتشات فاهيتا كده بتاعت فراخ، منها ان هي سهلة والولاد بيحبوها. المهم جبت الطاسة وحطيت فيها حبة من الزيت ونزلت بشرايح الفراخ. دي شرايح بانيه، هي كانت بانيه عادي وانا قطعتها شرايح. والميه اللي هناك دي قلت هعمل جنب سندوتشات الفاهيتا، هعمل حبة مكرونة بالصلصة. المهم لازم ننزل بالفراخ في الزيت يكون سخن قوي قوي علشان نقفل المسام بتاعه الفراخ وتفضل العصارة بتاعتها جوه اللحم بتاع الفراخ نفسها، ما تنشفش كده واحنا بناكل نبقى متضايقين. لا، لما تنزل في زيت سخن والمسام بتاعتها بتقفل، بتبقى من بره واخده القوام بتاعها ومن جوه جوسي كده وطريه. المهم قلبت كده كويس الفراخ، واول ما ابتدت تاخد لون من جميع الاتجاهات نزلت عليها ببصل متقطع جوليان. وبعد كده هبدأ انزل بفلفل الوان احمر واخضر واصفر، وحاجة بسيطة خالص من الفلفل الحامي تقدري تستغني عنه لو مش بتحبيه. ويا سلام على الالوان الجميله والريحه الحلوه. الولاد لو مش بيحبوا الفلفل هيتقبلوه في الوصفه دي. تمام، تقدري تضيفي زيتون، تقدري تضيفي مشروم، كل اللي انت عايزاه حطيه وهيبقى زي الفل. نزلت كيس 11 بهار وقلبت الكلام الحلو ده. وبجد أكلة سريعة وحلوة قوي ومشبعة جدا، وإن شاء الله هتعجب الولاد جدا. هنا كده خلاص، وطبعا بتظبطي بقى الملح والبهارات بتاعتك والكلام الحلو ده. وخلاص الاكل استوى وما خدش معانا دقايق. جبت هنا بقى العيش السوري. قلت لكم قبل كده ان انا بجيبه من عند الكنفاني اللي هو بيبيع الكنافه والبسبوسه والقطايف، وبيبيع كمان اللي هو عجينه الملفيه، وطبعا اللي هو العيش السوري ده او العيش بتاع الكريب. هو بيتباع بالكيلو، انا بجيب حبه عفوا، وبخليهم عندي في الفريزر، ولما بحتاجهم بخرجهم من الفريزر يفكوا وبستخدمهم وبيبقوا كأنهم لسه طازة. ابتديت بقى الف السندوتشات بتاعتي رول علشان اجهزها، علشان بجد الولاد كانوا خلاص قربوا يرجعوا من المدرسة وجعانين جدا واحنا في فترة امتحانات. فكنت عايزة انجز بسرعة بسرعة علشان بيجوا يا عيني بصوا خلصانين بجد، بيبقوا عايزين يتغدوا علشان يريحوا شوية ويقوموا بقى يكملوا مذاكرة المادة اللي بعدها. جبت هنا بقى كده الجهاز بتاع الوافل. هو فيه 7 شرايح مختلفة. ابتديت بقى ان انا اعمل الساندوتشات كده تاخد تشميعة بس من بره، منها بتدي شكل حلو قوي. وكمان الرولات بتاعة الفاهيتا بتبقى مقرمشة كده من بره وحلوة جدا. انا هنا بس بنضفها بالمناديل تحسبا بقى من الزيوت والحاجات اللي بتطلع من الساندوتشات علشان ما تلزقش وهي سخنة كده، بتبقى سهلة. قدمت كده الساندوتشات بطريقة سهلة جدا وتفتح النفس. وهقدم معاها مكرونة بالصلصة. وخلاص على كده سندوتشات سهلة وسريعة زي ما قلت لكم، وبجد كانت طعمها خطير. وخلاص على كده ده كان الغدا بتاعنا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وهنا كان عندي كيس شيبسي، قلت يلا ما يضرش لو حطيناه جنب الاكل دي بتحب كمان الشيبسي. والولاد كانوا جايبين اللي هو فولت ده، مشروب طاقة.
فقلت كمان نحطه جنب الاكل. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. ولو وصلتوا لحد هنا انزلوا في كومنتات صلوا على الحبيب المصطفى ان شاء الله. ربنا يوسع ارزاقنا جميعا ويكرمكم بجد. الصلاه على الحبيب المصطفى والاستغفار حاجه حلوه جدا، ولو اتعودتي عليها ان شاء الله هتغير حاجات كتير قوي في حياتك. كنت جايبه بقى معايا من بره برتقان، قلت بقى احطه في الطبق بتاعه كده. وانا بحط البرتقان لقيت حبيبتي وصاحبتي وروحي وكل حاجة الجميلة الطيبة عبير صاحبتي بتكلمني بتقولي انزلي انا تحت البيت في جايبالك فراولة. فبجد شكرا يا عبير، شكرا والله، شكرا لكل صحابي مش لعبير بس، انا بحب كل صحابي طيبين قوي، بيحبوني قوي وانا كمان بحبهم جدا. كانت جايبالي الفراولة دي، بصوا بجد تحفة جدا، حلوة قوي وريحتها كانت رهيبة. فراولة بصراحة يعني نمرة واحد، اللي هو متنقية بالواحدة ما فيهاش ولا غلطة. المهم جبت المصفى بتاعة الخضار وفضيت فيها كل الفراولة. بس هنشوف بقى مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك، كمية الفراولة كانت كتير والمصفى صغنططة. طبعا الفراولة احنا عارفين ان هي ملهاش روح، فانا هخلي حبة ناكلهم والباقي على التفريز على طول. فضيتهم بقى كده وهتخلص بقى من العلب والكرتونة علشان نبدأ نشوف الفراولة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. هنا بقى كنت جبت طبق اكبر شوية علشان اخد راحتي في تنظيف الفراولة، وابتديت بقى احط مية من الحنفية عادي جدا، وحبة من الخل مش هيأثر خالص على طعم الفراولة. وابتديت اغسلها بقى كتير كتير 10-15 مرة بقى، كتير قوي لان بيكون فيها رمل. هي دي ما كانش فيها رمل كتير بصراحة، بس انا بحب اغسلها كتير جدا علشان اضمن النظافة بتاعتها. وصفتها كويس قوي قوي، وهبدأ بقى اشيل الزهرة الخضراء اللي فوق دي زي ما انتم شايفين كده. ولو كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى تقرأوا الفاتحة لوالد عبير ولابنها، ربنا يا رب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. وطبعا ربنا يرحم والد حنان ووالد نسرين، ويرحم والدي واخويا وجدتي، ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. المهم هنا كده ابتديت اجيب الاكياس بتاعه التفريز وهحط فيها الفراوله واقفلها كويس. طبعا ما تنسوش اي حاجه هتدخل التفريز تفرغوا منها الهواء. طبعا انتوا لو عملتوا كده في كل ما تجيبوا نوع فاكهه او نوع خضار تزودوا حاجه بسيطه وتشيلوها في التفريز، ان شاء الله هيكون عندكم حاجات في الفريزر كتير بقى للازمات، لضيف يجي فجاه، لان انت عايزه تعملي اكل ومش قادره تنزلي تشتري، فهيبقى عندك الحاجه في الفريزر موجوده، ومش هتحسي ان انتي دفعتي مبلغ كبير وعملتي تفريزات او وقفتي في المطبخ فترة طويلة. الحاجات دي بتكون حلوة قوي لو انتي جبتي فاكهة وزودتي حاجة بسيطة من الفاكهة او الخضار وحطيتيها في الفريزر، ان شاء الله ربنا يملى بيوتنا كلنا بالخير. هنا كده خلاص خليت 3 اكياس للتفريز والباقي خليته خلاص ان احنا كده هناكله. خلصت كده ورحت داخله على غرفه الليفينج. انا كنت شايله الكفر علشان يتغسل، قلت بقى لازم ننظف الغرفه دي تنظيفه عميقه. انا كنت غاسله الشباك بالنهار، احنا كده كنا بالليل، فالحمد لله كنت خلصت من الشباك وخلاص كان الكفرات قربت تنشف. جبت بقى الزعافة وهنبدأ ان احنا ننظف السقف من اي اتربة، علشان التنظيف لما بيبقى من فوق لتحت تبدأي بالحوائط والشبابيك، وبعد كده الفرش بقى او الدواليب او الدواخل. كل ما تبقي مرتبة ومنظمة في تنظيف اي غرفة هتعمليها ما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود، وبتبقي عارفة انتي مثلا بنظف السقف بعدها هنظف مش عارف ايه بعدها هنظف ايه، بتبقي مرتبة الحاجات اللي انتي هتعمليها. طيب تبدأي تنظيف بعد ما تكوني خلصتي كل حاجة وراكي، يعني عملتي الغدا علشان وانتي بتنظفي محدش يقولك يا ماما انا جعان. مثلا تكوني ذاكرتي لاولادك علشان محدش يفصلك من التنظيف، ويا ماما ذاكريلي يا ماما سمعيلي والكلام ده كله. حاولي تنظفي بعد ما تكوني خلصتي كل الحاجات اللي عليكي، يا اما بعد ما تخلصي الغدا والمذاكره والمواعين وكل الكلام اللطيف ده، يا اما الصبح بدري بعد ما الولاد يروحوا المدرسه بتاعتهم. مش هيكون في حد متواجد معاكي في البيت يعطلك، وفي نفس الوقت هتخلصي بسرعه جدا وهتنجزي.
خلصت كده الركنة، نضفتها كلها، وابتديت كمان اشفط الارض من اي اتربة، وبسرعة بسرعة كده بالمكنسة علشان ما ناخدش وقت. وكمان قلتلكم ان المكنسة مش بتعمل عفرة تاني بقى وترجعي بقى تندمي ان انتي نضفتي بالمقشة. المقشة بتطلع عفرة على الحوائط اللي احنا لسه منضفينها، فيبقى انتي كده ما عملتيش حاجة. المكنسة مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وكمان مش هتبهدلك اي حاجة انتي نضفتيها. خلصت وشديت الركنة من مكانها، وابتديت امسح تحتها ورجعتها، وبعد كده هبدأ امسح باقي الغرفة. وكده خلاص خلصنا، وهنبدأ بقى نفرش زي ما انتوا شايفين كل حاجة زي الفل. خلاص، حاجات بسيطة ونخلص. حطيت السجادة وحطيت الترابيزة، هبدأ بقى ارص المفرش، نعمل فيه اي حركة كده علشان نكسر الروتين شوية، وما بحبش احط الحاجة بشكلها التقليدي. الكتاب ده كانت جايبهولي حماتي، ده كتاب ديكور. الكتب دي منتشرة جدا. انا قلت احطه في اوضة الليفينج لان هو لونه اسود فماشي مع الديكورات اللي موجودة. وابتديت بقى ارجع كل الديكورات مكانها، ورجعتها متلمعة ونضيفة وزي الفل. وهنا كده الستاند بتاع الريموت ابتديت ارص فيه كل الريمودات تاني. وجيت هنا بقى عند الترابيزة اللي تحت الشاشة، نضفت كده مطرحها، وهبدأ برضو ان انا ارجعها وارجع عليها الديكورات برضو متلمعة وزي الفل. وهنا كده بوريكم الترابيزات لان هي فيها رفين. حطيت كوسترات اللي هي شكل ورقة الشجرة دي في الرف اللي تحت، وحطيت الرنر ده على طرف الركنة. وهنا كده اللمبادير ده. وخلاص على كده هبدأ اعطر بقى. انا برش معطر على الشابو بتاع اللمبادير وعلى الركنة نفسها وعلى الستاير وعلى السجاد، كده بيثبت اكتر وبيقعد معايا اطول وقت ممكن، وبتكون ريحة المكان تحفة جدا. حاولوا رشوا المعطر على المنسوجات وشوفوا الفرق، مش يتطاير بسرعة وريحته هتثبت اكتر. خلصت بقى هنا كده، والغرفة بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى عشان اوريكم حبة المشتريات القمر اللي انا جبتها. جبت هنا الصواني البلاستيك بتاعت ايكيا، جبت اتنين، جبتهم لونهم ابيض. انا عندي واحدة لونها اسود، وجبت بقى اتنين ابيض. هتشوفوها معايا بقى، هننسق تنسيقات حلوة قوي، نعمل ديكورات حلوة. كانت الواحدة ب40 جنيه. وجبت كمان المنظم ده بتاع الريموت، كان تقريبا ب35. وهنا الجوانتي بتاع المطبخ، بيكون جوانتي ومعاه ماسك ب50. ومضرب السيليكون بتاع البيض كان حوالي ب35. وهنا جبت 3 علب تلاجة، كانت العلبة الواحدة ب25. دول بقى للجبن والحاجات دي، حلوة قوي ومحكمة الغلق، وهي مستطيلة مش هتاخد وقت خالص. تقدري تحطي كده 2 3 فوق بعض ومش هياخدوا مساحة. جبت الاورديف الخشب ده، كان عامل 45 جنيه. انا بحب الخشبيات جدا. وجبت القطاعة دي على شكل سمكة، دي كانت برضو عاملة في حدود 40 أو 45 جنيه مش فاكرة. وهنا بقى جبت قالب تلج سيليكون، هو بيكون على شكل كورة كده، وبيكون معاه القمع الصغنطوطي ده، بتحطيه كده وبتملي القالب مية، وبتحطيه في الفريزر بيطلعلك على شكل تلجة. دي الواحدة بس ب50 جنيه. فعشان كده جبت قطعة واحدة. وجبت بقى هنا الأغطية السيليكون دي، حلوة قوي وعملية جدا جدا جدا. هما 6 أحجام مختلفة، كانوا ال6 مع بعض ب45 جنيه. بجد عمليين جدا يا بنات، وحلوين قوي وبينضفوا بمنتهى السهولة. وجبت كمان المساحة دي للرخام، حلوة قوي، كانت برضو عاملة 45. وهنا جبت الطقم الماسك ده بتاع الجاتو بقى، بتاع أي حاجة، 3 مقاسات مختلفة. حلو قوي، انا جايباه بصراحة عشان القطعة الصغيرة اصغر مقاس. ده كان عامل 45 برضو. وهنا دي معلقة للعسل سيليكون، جزء كده شكل خلية النحل، وجزء معلقة عادي، كانت عاملة 35 او 40. ودي علب تلاجة، بيكونوا طقمين مع بعض، دول الاتنين ب50. وجبت مصفى كده صغيرة بقى للعصاير لأي حاجة، دي كانت عاملة في حدود 30. وجبت بقى طبق مستطيل كده اغسل فيه فاكهة او خضار، ده كان عامل 60. وجبت معلقة
سيليكون صغنطوطة كانت عاملة 40. وهنا بقى جبت اللي هي مش عارفة اسمها ايه، اللي هي الوصلة بتاعة الحنفية دي، حلوة قوي وبجد لقيتها غالية قوي. المرة دي جبتها ب55، كنت جايباها المرة اللي فاتت اقل من كده بكتير. وهنا جبت الاتنين دول عبوات صغنطوطة كده للولاد يروحوا بيها المدرسة يحطوا فيها كاتشب. الاتنين كانوا عاملين 35. وده طقم كوسترات. الكوستر العبوة الواحدة فيها 2 كوستر، تقريبا كانوا ب30 او 35. وجبت الباسكت ده للريسبشن، ده كان عامل 57. وهنا جبت حامل نحاس كده للبخور على شكل وردة، ده كان برضو ب40. وهنا عجبتني شكل الميجا دي، اللي هو المغناطيس بتاع التلاجة، الواحدة كانت ب10. وجبت الصبارة دي ب40 برضو، مش عارفة ايه حوار 40 45. وجبت الشمعة الإلكترونية دي برضو كانت 45. شكلها حلو قوي والاضاءه بتاعتها حلوه جدا. وجبت هنا البوكيه الورد ده حلو قوي، وانا بحب الورد ده جدا، ده كان عامل حوالي 65. ولحد هنا المشتريات بتاعتنا خلصت، متنسوش تعملوا لايك وشير.